آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هي عبارة عن صواعق بترسل على كل شيطان سكن في جسمك، سواء كان الشيطان ده مسبب لك صداع، آلام في الظهر، آلام في الركب، آلام في المفاصل، ضيق في الصدر، خناقات مع الزوجة، خناقات مع الأولاد، عدم راحة، عدم تمكين في أي حاجة أنت بتعملها. كل ما عليك إنك أنت يعني سبحان الله تقوم بهذه الآية، ووالله الذي لا إله إلا هو، فهي يعني سبحان الله بإذن رب العالمين فيها من المعجزات الكثير جدا، ولكن تقرأها بيقين. اقرأ سورة الرعد، فسورة الرعد فيها آيات جميلة إذا أنت تتبعت هذه الآيات. يتكلم الله عز وجل عن مد الأرض وجعل فيها رواسي، وأن الله عز وجل جعل فيها الزروع والثمار مختلفة. ثم بعد ذلك اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم عن الجن، واتكلم عن الصالحين، واتكلم عن أولي الألباب، واتكلم يعني سبحان الله عن الظالمين، واتكلم عن أشياء كثيرة جدا في هذه السورة، ففيها أسرار. فتأتي عند قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اللهم أرسل صاعقة على كل من يسكن جسدي من شيطان أو خادم سحر أو عين أو حسد أو ضر يا أرحم الراحمين، فلا يكشف هذا الضر والسوء إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وحترى عجب العجاب في تفتيت العقد وزوال الجن وزوال الشياطين، جربها ولن تندم.